السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. صباح الخير أعزائي المتابعين. اليوم جيتكم ببورق السوق، بورق المحلات. عجينة سهلة وحلوة وأبدا مو متعب. أنا استعملت هنا 3 أكواب طحين من الأكواب القياسية ومي وملح. العجينة تكون كشون عجينة البيتزا، عجينة عادية. أنا أقول لكم هي عجينة عادية جدا. وتزيتوها وتخلوها ترتاح. بعد ما تخلوها ترتاح أيضا تشنقوها وتخلون بين الشنق زيت، وقد ما تقدرون تريحوها، قد ما تقدرون خلوها ترتاح العجينة. هنا أنا عندي الحشوة حسب رغبتكم. أنا هنا استعملت بوتيتا وجبن وكرفس وخليت لها توابل، بهارات بورق، فلفل أسود وبابريكا. الحشوة شو تريدون، تخلون صدر دجاج، تخلون لحم، أي شي تخلون خلوا، جبن وكرفس. سوت طريقة هاي اللي هي الأسطوانية، وهنا قطع مثلثات. إن شاء الله أنا اعذروني على طريقة التصوير لأن ستاند مكسور فما قدرت أصور تفاصيل العمل أكثر. أعطتني هاي الكمية ما شاء الله، هاي ال3 أكواب. طبعا قد ما تقدرون عادي تخففوها من تفتحون العجينة بالشبك. فتحتها بالشبك أني من الوسط للأطراف، من الوسط للأطراف بدون ما أضغط على العجينة. هنا هاي عندي الكوبايتين، زادت عندي من الحشوة وزاد عندي عجين زايد مال الكبة، فحشيتهم عادي. من نقليهم يكون الزيت غزير يغطي البورق ويكون ساخن، مو أخليهم. نحاول إنه نكون النار وسط، ما أخلي النار عالية مطلقة جدا، لا، حتى أضمن إنه يستوي من جوا طبقات العجين. ما إحنا نحلفها فتصير طبقات، أنا أضمن إنه هي تستوي، ما تصير عجين من جوا. حلوة، أتمنى تعجبكم وسهلة. طبعا أنا مصورة إنه صعبة، وأبدا أبدا ما تأخر ومو متعبة أبدا، عجينتها أبدا مو متعبة. أتمنى إنه تجربوها. أتمنى من عندكم تعطونا اللايك وأتمنى من عندكم الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. وأتمنى من عندكم تقترحون علي شنو اللي تريدوه، شلون حتى نقدر نطور القناة مالتنا وياكم. طبعا حلوة العجينة من جوا مفرغة، حلوة كلش. أتمنى تجربوها. عجينة سهلة قلت لكم وتفيد عشوات، وحتى الأطفال ياخذوها وياهم للمدارس. كلش سهلة وحلوة. دمتم بأمان الله أحبائي وأعزائي المتابعين، مع ألف 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 سلامة. إلى اللقاء.